كان يا ما كان، وفي رواية قالوا ما كانش. أما الخرافة هذه نزلنا نسمع فيها في الدشر، وقت الليل يتيح والضوء يضعف والعينين تولي تشوف حاجات ما تشوفهمش في النهار. يحكيوا يا سيدي على بير قديم في أطراف دشرة من دشر تونس، بير محفور باليد، حجاره سودة وفمه ديما بارد حتى في الصيف. الناس ما كانتش تشرب منه، مش على خاطره مسخ، أما خاطره يبلع أكثر ما يعطي. وكانوا يقولوا البير هذا ما يعكسش وجهك، يعكس روحك. في زمان بكري كان فما شاب اسمه مبروك، سارح غنم فقير أما قلبه نظيف. نهار عطش والشمس شاعلة والغنم تعبة، قرب للبير رغم كلام الكبار وقال بير كيف أي بير، والعطش ما يستناش الخرافات. قرب شد السطل وحب يطل، وأول حاجة حسها برد مش متاع ماء، برد يدخل للراس. طل في البير وما شافش وجهه، شاف عينين يطلوا من اللوتة ثابتين ما يرمشوش. وبعد ثواني العين غاصت والبير رجع أكحل. قال لا أنا قاعد نتخيل. ومن نهارتها مبروك تبدل، ولا لا يرقد ليل ولا يفيق في النهار، ديما يسمع صوت ينادي فيه، صوت يطلع من الأرض من البير. مشى للشيخ كبير في العمر وحكاله، سمعه طول السكات، وبعد قال له انتي شفت روحك اما مش كيما هي، كيما باش تولي. البير هذا معمول فوق دم، ناس ترد متحية. في ليلة قمرها مقطوع، مبروك ما عادش يتحمل، شد الفانوس ومشى للبير. الدشرة راقدة حتى الكلاب ساكتة. قرب طل، المرة هذه شاف وجوه راه صف طويل، وجوه ناس مشققة عيونها محلولة تستنى. واحد منهم حرك فمه وقال له وسع شوية. استل تحرك وحده والحجر تصدع، ويد طلعت شدت مبروك، صاح عيط الصوت ما فماش. البير بلعه كيما بلع اللي قبله. في الصباح لقاو الفانوس بحذا البير مكسر وشوية دم ناشف. ومن نهارها اللي يقرب للبير في الليل يشوف وجهه، أما بعد ثواني يشوف بلاصته وين. يحكيوا يا سيدي البير توا مسكر مردود بالحجر والتراب، أما كان تمشي في الليل وتقرب وذنك للأرض تسمع صوته يقول الماء طالع أما اللي تحته أكثر. شنية العبرة؟ العبرة إنه مش كل بير تشرب منه، ومش كل مراية تطل فيها، خاطر فما حاجات كان شفتها ما ترجعش كيف قبل. وتوا قولوا لي نزيد نخوفكم أكثر؟